بالفترة الأخيرة شفنا كثير أطباء في تناقض بالآراء الطبية. فمثلا في طبيب طلع عم بيحكي عن موضوع الخضار والألياف إنه عبارة عن غذاء على الفاضي عم تاكله فبينكب التواليت. هذا الخضار والألياف ما له فوائد. طبعا أنا بحترم هذا رأي الإنسان وعلى الراس والعين. بالنسبة لزمرته إيه ممكن نقول هذا الكلام، ولكن زمرة لازم يأكل خضار وألياف. الآبي هدول لازم يأكلوا خضار ألياف بكثرة. ليش؟ لأن فيها أكسجين، نسبة أكسجين عالية. فأنا وقت بيصير عندي تناقض بالآراء وعندي طبيب عم بيقول هذا الشيء إيجابي وطبيب آخر عم بيقول هذا سلبي، أنا شو أسوي؟ أعرف مين الصح؟ أنا شو بدي أسوي كإنسان في النص؟ وهذا طبيب وهذا طبيب. فبالنسبة للسوشيال ميديا بشوف تعليقات الناس شو كتبوا عن الفكرة اللي عم بحكيها الطبيب، وآخر شيء برجع لرأيي. فوقت بسمع آراء الآخرين بيكون عندي صار زخر وكمية من المعلومات أكثر من اللي عندي، وبساوي مقارنات بين حديث الطبيبين وبرجع لعقلي. هون أنا بصل للب لجوهرة الموضوع.